بكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن علاقة رشدي أباظة بتحية كاريوكا. هنقول إن هو اتعرف عليها بعد وفاة الفنانة كاميليا، وعاشوا مع بعض 3 سنين في منتهى الحب والسعادة، يعتبروا 3 سنين عسل. بعد كده بدأت تظهر بقى رشدي أباظة علامات بقى الغيرة والعصبية الزايدة، وفي الآخر بعت لها رسالة بيعدد فيها الأخطاء بتاعتها وعيوبها. قال لها فيها إن أنا معجب بصراحتك المتناهية، لكن بعتب عليكي طريقة تنفيذ صراحتك دي لانك شديدة في صراحتك. لو تفتكري الشاب اللي كان ماسك سلسلة في ايده وعمال يحركها يمين وشمال، فمسكتيها منه ورميتيها على الارض بطول دراعك، مع العلم اننا لا نعرفه ولا لينا علاقة بيه. برضو انت بتجاملي زمايلك، رجالة وستات، في الفرح وفي الحزن، كل ده بياخد من وقتك ومن مالك ومن جهدك. كمان بتقدري تقودي اي حديث وعندك لباقة ومهارة في الكلام، لكن للأسف انت مسرفة ومبذرة ومش بتطيق يكون معاكي فلوس. ولولا تبذيرك دوت كان زمانك في مكانة تانية خالص. لأن طبعا رسالة الفن بتحتاج فلوس. كمان انت مندفعة وما بتوزنيش الأمور ومستهترة. أخيرا بتمنى انك تمسكي أعصابك عند الغضب، ازعلي بس في حدود المعقول، والحلم سيد الأخلاق. طبعا يا زوجتي العزيزة وانت فاهمة الكلام ده. طبعا كان رد تحية كاريوكا رد قوي جدا عليه، وقالت له زوجي العزيز، بشكرك واحب اقولك انك عمال تطلع فيا غلطات كتير وناسي انك مش ملاك، وعندك برضو غلطات كتير، وواجب عليا ان ارد عليك واقولك على غلطاتك عشان تغيرها، مع اني مش هقولها كلها طبعا. يمكن الزمن وتجارب الحياة غيروك. بتعيب عليا صراحتي الزايدة ونسيت انك اكتر مني صراحة. اما بخصوص بقى تبذيري، تسمح تقولي استفدت ايه من بخلك؟ ورصيدك كام في البنك؟ عندك كام عمارة؟ من الاخر كده، ولا تعايرني ولا عايرك، الفقر طايلني وطايلك. كمان انت اهوج ومتسرع، ودفعت دم تمن ده كتير. واخيرا بقولك ما تزعلش مني يا زوجي العزيز، لانك لسه شاب، ناقصك الخبرة والتجربة، والايام هتعلمك، لكن في وقت يكون فيه الندم. وركز يا زوجي العزيز وخليك تقيل، اظن كفاية كده شوية العيوب دول، و هشكر فيك بقى شوية. اجمل ما فيك انك بتحب الرياضة، يمكن عشان مقتنع بالمقولة اللي بتقول العقل السليم في الجسم السليم. كمان اخلاصك لزوجتك، مع ان ده العادي وواجب عليك. كمان اخلاصك لاصحابك وحبايبك، بتقدم لهم المساعدة وخدمات. ولو اني كنت اتمنى انك ما تقوليش عليها، وتخليها في السر عشان تكمل معروفك. وطبعا بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.